السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الامتحان الجهوي الموحد بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي مادة الاجتماعيات. إذا كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا المترشحون والمتمدرسون وأيضا الأحرار. مدة الإنجاز ساعة وربع. الاسم والنسب ضروري تكتبوه في هذا المكان هذا ما تنساوهش، وأيضا رقم الامتحان في هذه الخانة هذه. إذا المعامل 3 بالنسبة لمادة الاجتماعيات. إذا ننتقلوا الآن بالنسبة للتمرين الأول، مادة الجغرافيا، الاشتغال على وثائق. إذا هنا كيف ما كتلاحظوا كاينين 3 ديال الوثائق غادي نقراوهم ومن بعد غادي نمروا للإجابة عن الأسئلة. إذا نبداو بالوثيقة الأولى. قيمة الصادرات والواردات لكل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بمليار دولار سنة 2021. الصادرات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كتساوي 1432 مليار دولار، وبالنسبة للواردات 2408. بالنسبة لليابان الصادرات 641 والواردات 635. بالنسبة للوثيقة الثانية، تحتفظ اليابان بريادتها التكنولوجية على المستوى العالمي، حيث تعتبر المنتج الأول في صناعة الروبوتيك يعني الإنسان الآلي بأكثر من 287 ألف إنسان آلي، وتساهم بحوالي 52% من صادرات الروبوتيك الصناعي عالميا. كما تتوفر على بنية تحتية قوية لوسائل الاتصال بتحقيق 97% من التغطية بشبكة 4 جيجا العالية الصبيب، وإطلاق شبكة 5 جيجا بمناسبة الاستعداد لتنظيم الألعاب الأولمبية سنة 2020. الآن بالنسبة للوثيقة الثالثة، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب دول العالم اقتصاديا سنة 2022، وهناك عدة عوامل ساعدت الاقتصاد الأمريكي في الوصول إلى هذه المكانة، إذ تشتهر بمجتمع بناء يدعم ويشجع ريادة الأعمال، الأمر الذي يشجع الابتكار ويؤدي بدوره إلى النمو الاقتصادي. كما ساعد النمو السكاني في الولايات المتحدة الأمريكية على تنويع القوى العاملة وتوفير سوق استهلاكية كبيرة. سؤال رقم 1، حول معطيات الوثيقة 1 إلى مبيان بالأعمدة معتمدا مقياس 1 سنتيمتر يساوي 500 مليار دولار. إذا هنا مطلوب أننا نقوم بإنجاز مبيان بالأعمدة، وعطاوني حتى المقياس، يعني أن 1 سنتيمتر كتمثل لنا 500 مليار دولار. إذا خصنا نحترموا السلم، وهذا الشيء كامل من خلال الوثيقة رقم 1 اللي هي عبارة عن جدول اللي فيه الصادرات والواردات فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دولة اليابان. إذا شوفوا معايا الطريقة، غناخد مسطرة غادي ندير 2 ديال لي زاكس، هذا لاكس الاول وهذا لاكس اللي كيكون في الاسفل. كنظن انه راه واضح. اول حاجه كنسميهم، يعني ماشي كنحطوهم غير هكذا وتنخليوهم، غادي نجي هنايا في هذا لاكس هذا اللي رسمت هنا كيمثل لينا مليار دولار. اذا غنكتبها حداها، غنكتب حداها مليار دولار. بالنسبه لهاد لاكس اللي درت لتحت غادي يمثل الدول اللي عندنا. دابا غادي نجي لهاد لاكس اللي درت فيه مليار دولار. قالوا لينا 1 سنتيمتر هي 500 مليار دولار. دونك غادي نجي نشوف هاد
المربع شحال فيه من سنتيمتر؟ اذا فيه 1 سنتيمتر. غادي نبدا من هنايا، هذا فيه 0. بما ان هذا 1 سنتيمتر يعني غتكون فيه 500. دابا غنبقى غادي وكنطلع ب 500، كل سنتيمتر غنزيد عليه 500. يعني هنايا عندي 500. 500 زائد 500 هي 1000، يعني طالعه وكنزيدو ب 500. 1000 زائد 500 1500. 1500 زائد 500 2000. 2000 زائد 500 2500. اذا غادي نشوف اكبر قيمه عندي هنايا في الجدول هي 2408. يعني غادي نتوقف عند 2500، حينتاش واخا نزيد قيمه هنايا ما غاديش نحتاجها باش نخدم بها. اذا غادي نتوقف هنا عند اقصى قيمه. واضح؟ اذا بالنسبه لهاد لاكس هذا اللي كاين لتحت غادي نحط فيه الدول. يعني كيفاش غنحط فيه الدول؟ يعني هو اللي غادي نمثل فيه الصادرات والواردات. واضح؟ دونك غادي نجي نشوف شحال غادي ناخذ بالنسبه للعمود. اذا هذا غادي نحط فيه الصادرات، وهذا غنمثل فيه الواردات بالنسبه للدوله الاولى اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. يعني غنجي هنايا في الاسفل غادي نكتب الولايات المتحدة الأمريكية. غادي نبدا قلت لكم بالصادرات، سواء تبداو بالصادرات او الواردات، هادشي ما كيهمش. ليسونسيال هو انكم تمثلوهم تبينوهم. دونك غادي نجي نشوف الصادرات ديال الولايات المتحدة الأمريكية كتمثل 1432. دونك غادي نجي من هنا غادي نبقى طالعه نقلب على 1432. هنا عندي 1000 وهنا 1500. يعني هنايا 1000 غادي ناخذوا المسطره ونقسموا، ساهله. يعني غادي نشدوا حيتاش من هنا لهنا كاينه 1 سنتيمتر، يعني كاينين التدريجات. يعني هنايا كل شرطه ب50 مليار دولار. يعني هنايا عندي 1000 1050 1100 1150 1200 1250. يعني هنا كاينه 1250 هي المنتصف ديال 1 سنتيمتر. 1250 1300 1350 1400 1450 1500. واضح؟ يعني ما بين كل تدريجه صغيره وتدريجه صغيره بحالها عندي 50 مليار دولار. المنتصف قلت لكم ديال هاد 500 مليار دولار اللي عندي هنايا في 1 سنتيمتر هي 1250. يعني ما بين 1000 و 1500 النص ديالهم هي 1250. هنا بغيت نمثل 1432. دونك هنا قلت 1300 1350 1400. يعني جات ما بين 1400 و 1450 كاينه 1432. اذا فقط غادي نقدر في هذا المكان هذا، ولكن راه في المكان الصحيح. اذا غنحط واحد العلامه هنا. الان غندير ليها الاسقاط. غناخدو مسطره وغندير الاسقاط مباشره مع هذاك البلاصه اللي غندير نرسم فيها العمود. يعني انا بدا رسمو هنا، يعني غندير واحد الخط مقابل مع القيمه المناسبه على هذا الشكل. اذا هذا العمود اللي رسمت فهو يمثل الصادرات. اذا تقدروا تلونوه لاننا مازال خصنا نديروا المفتاح ضروري. انا غندير فيه خطوط على هذا الشكل، خطوط مائله. غادي نجي هنايا في الجنب. يعني انا كنخدم التمرين وانا كنكتب العناصر الاخرى. المفتاح غادي نرسم هنايا 2 مربعات. غنحاول انني نوضحو باش يبان. المربع الاول وغنرسم المربع الثاني.
المربع الاول غنمثل فيه بحال هاد السامبول اللي درت هنايا، هاد الخطوط المائله على هاد الشكل هذا، وغادي نسميه الصادرات. وهذا ديال الواردات سواء نخليه هكذا خاوي اولا ندير فيه شي خطوط على شكل اللي هو طولي او على شكل اللي هو عرضي اللي بغيتو. انا غنخليه فارغ ما غندير فيه والو. الواردات فقط، هذا هو المفتاح ساهل. دونك غنجي دابا باش نمثل الواردات. الواردات في الجدول عندي 2408. نفس الشيء غادي نجي نشوف 2000 2050 2100. دونك حيت حتى هنا راه مسطرين كاينين هادوك التدريجات الصغار، ولكن باش يكون هذاك الشيء اكثر وضوح غنحط المسطره. دونك قلت لكم 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400. دونك جات هنايا ولكن عندي 2408، يعني غنطلع واحد شويه بحال هكذا. غادي نفس الشيء غناخذ المسطره وغندير الاسقاط في هذاك المكان اللي غادي نرسم فيه العمود. انا بغيت نديرو هنا، يعني غادي ندير خط مقابل مع هذوك جوج الشراطي اللي درت هنايا في الاول بحال هكا، وغادي نرسم. غادي نورك عليه باش يجيكم واضح وباين. فوالا انا غنخليه فارغ ما غندير فيه والو. اذا هذا كيمثل، رجعوا المفتاح هو اللي كنقراو فيه المعطيات، هذا الصادرات، وهذا كيمثل الواردات بالنسبه لدوله الولايات المتحده الامريكيه. دابا غادي نمشي بالنسبه لليابان. الوغ نفس الشيء غادي نحدد فين غنرسم اليابان. دونك غنرسمها هنايا. هذا غنديرو غيمثل الصادرات، وهذا غادي يمثل الواردات. دونك بالنسبه للصادرات بالنسبه لدوله اليابان 641. دونك غادي نجي هنا غادي نكتب باش ما ننساش، غادي نكتب اليابان. نفس الشيء غادي ناخذ المسطره. دونك هنا عندي 500. التدريجه اللي جات هنايا مورا 500 550 600 650، وهما عطاوني 641 يعني قبل من 650، يعني غادي تكون تقريبا هنايا. غادي نشوف هاد الشريطه اللي حطيت هنا في هاد لاكس وغندير ليها الاسقاط في المكان اللي غنرسم فيه العمود. غنرسمو انا هنا. فوالا. اذا هاد العمود شنو كيمثل؟ كيمثل الصادرات. غندير فيه نفس هذوك الخطوط اللي درت بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. واضح؟ الان بالنسبه للواردات عندي في الجدول 635، يعني قل من 641. الوغ الا كانت عندي 641 دونك هنا هذا 600. نعاود نحط المسطره باش تشوفوا معايا. دونك قلنا 500 550، ها هي 600 635، يعني تحت منها شويه، تحت من 641. غادي ندير ليها الاسقاط. اذا هذا شويه هابط على هذا، ماشي قد. دونك هذا كيمثل الواردات، ولكن باقي ما كملناش. شنو باقي لينا؟ العنوان. ضروري العنوان ما خصكمش تنساوه. هنا غادي نسمي كعنوان مبيان قيمة الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ب$1,000,000,000
سنة 2021. إذا بالنسبة للعنوان راه كيكون أصلا في العنوان ديال الوثيقة، إذا ما غاديش تفكروا فيه بزاف، غترجعوا للوثيقة وغادي تشوفوا العنوان ديالها راه كيكون هو العنوان ديال المبيان اللي رسمنا، لأننا حنا بنينا على الوثيقة باش رسمنا هادشي، يعني ضروري غيكونوا فيها المعطيات. الوغ هنايا درنا المفتاح، درنا العنوان، رسمنا المبيان المطلوب، بقى لينا المقياس. ضروري حتى المقياس خصكم ديروه. دونك غادي ندير 1 سنتيمتر كتمثل 500 دونك مليار، غندير لها الميم، دولار، دال. الان بقات لنا حاجه وحده، بقى لنا المصدر. اذا المصدر ما تنساوش، لان كيكون عندكم في التمرين راه المصدر هو هذا، يعني منين جبنا هاد المعطيات. هنا عطاونا اكزامان ستاتيستيك مونديال 2021 و ام سي باج 59. المصدر غادي ننقلوه نكتبوه تحت المبيان. المصدر دونك اكزامان ستاتيستيك وغتكملوا. فوالا، وكنكونوا حطينا جميع المعطيات. اذا بالنسبه لهذا السؤال راه عليه 2 ديال النقط، ولكن خاصو يتضمن جميع هاد المعطيات اللي درنا. ننتقلوا الان بالنسبه للسؤال الموالي. صف من خلال المبيان المنجز قيمة الصادرات والواردات لكل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. إذا من خلال هذا المبيان اللي نجزت قالوا لنا أننا نوصفوا الصادرات والواردات بالنسبة للدولتين. إذا ولكن هذا الوصف كيفاش غادي يكون؟ يعني ماشي غادي غير غادي تجيو غادي تبقاو كتكتبوا أي حاجة، لا، ضروري خاص في الوصف تقولوا واش هاد الدولة عندها فائض أو لا عندها عجز في التجارة الخارجية أو لا ما يسمى بعجز في الميزان التجاري. ألوغ باش غادي تعرفوها، إلا كانوا الصادرات كبر من الواردات هادشي كيعني أن الدولة عندها فائض. باغ كونطخ إلا كانوا الواردات أكبر من الصادرات هذا كيعني أن هناك عجز في التجارة الخارجية أو لا عجز في الميزان التجاري. إذا هادشي ضروري خصو يكون في هاد الجواب على السؤال. دونك هنايا غادي نكتبوا اختلاف، هناك اختلاف في قيمة الصادرات والواردات للبلدين حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من عجز في الميزان التجاري. علاش كتعاني من عجز؟ هادشي عرفناه من خلال أن قيمة الواردات عندها أكبر من الصادرات، مقابل تحقيق اليابان فائضا. يعني أن اليابان عندها واحد الفائض واضح، لأن الصادرات ديالها القيمة ديالهم أكبر من الواردات. ننتقلوا الآن للسؤال الثالث. استخرج من الوثيقتين 2 و 3. دابا غنمشيو للوثيقة 2 و 3. المعطيات الآتية: من الوثيقة 2، إذا فقط الوثيقة 2 مظاهر القوة التكنولوجية اليابانية. إذا إلا رجعتوا للوثيقة غادي تلقاو أن هناك مظاهر
القوة التكنولوجية اليابانية. شنو هما هذوك المظاهر اللي عندنا؟ احتفاظ اليابان بالريادة التكنولوجية، المنتج الأول في صناعة الروبوتيك، إذن هما اللي قاموا بإنتاج صناعة الروبوتيك. أيضا بنية تحتية قوية لوسائل الاتصال، إذن إلى غير ذلك. إذن حنا غادي نحاولوا نكتبوا بعض الأجوبة. مظاهر القوة التكنولوجية اليابانية بالإشارة إلى احتفاظ اليابان بالريادة التكنولوجية المنتج الأول للروبوتيك قوة البنية التحتية لوسائل الاتصال إلى غير ذلك. إذن بالنسبة للسؤال الموالي من الوثيقة 3، العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الأمريكي. إذن تشتهر بمجتمع بناء يدعم ويشجع ريادة الأعمال، تشجع الابتكار، أيضا تساعد على النمو السكاني، على تنويع القوى العاملة. إذن هذه هي الإجابة على هذا السؤال. العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الأمريكي نقطتان: توفر الولايات المتحدة على مجتمع بناء يدعم ويشجع ريادة الأعمال، أيضا تشجع الابتكار ومساعدة النمو السكاني على تنويع القوى العاملة. ننتقل الآن للسؤال الرابع. اكتبي فقرة انطلاقا من مكتسباتك تبرز فيها المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الاقتصادي. إذا شنو من المشاكل اللي كتواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الاقتصادي بالضبط، لأن هناك عدة مجالات. دونك هنايا غادي نسيتيهم. كاين تضخم الإنتاج الفلاحي والصناعي، أو نقدروا نقولوا هنايا تدهور المجال الفلاحي بحال. أيضا المنافسة الأجنبية، أو نقدروا نقولوا المنافسة الخارجية.
دونك سي لا ميم شوز. أيضا عجز الميزان التجاري عدم كفاية إنتاج مصادر طاقة والمعادن رغم ضخامته وبالتالي ضرورة الاستيراد. إذا النقطة إلى غير ذلك. ننتقل الآن بالنسبة ثانيا مادة التربية على المواطنة، مفاهيم ومصطلحات وأسئلة موضوعية. هنا عندكم التعريف ديال البيئة وترشيد استعمال الموارد الطبيعية. إذا بالنسبة للبيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء وتربة ومعادن إلى غير ذلك، ومختلف التفاعلات فيما بينها. بالنسبة لترشيد استعمال الموارد الطبيعية يعني ما يفيد الحماية والمحافظة على الموارد الطبيعية في أفق تحقيق الاستدامة. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، ضع علامة في الخانة المناسبة. التشريعات والقوانين التي أصدرها المغرب في المحافظة على البيئة ضعيفة ومحدودة. إذا خطأ، ليست ضعيفة وليست أيضا محدودة. استثمر المغرب في الطاقات المتجددة لتعويض موارده الطاقية المحدودة. صحيح. انخرط المغرب بشكل محدود في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذا خطأ. اعتمد المغرب التربية البيئية في إطار سياسته التحسيسية للمحافظة على البيئة. صحيح. ننتقل الآن بالنسبة للصفحة الثالثة. ثالثا، املأ بما يناسب. عندنا واحد القضية وطلبوا منا أننا نعطيو الموقف ديالنا ونبرروا هذاك الموقف اللي عطينا. اتخذ مجلس تدبير المؤسسة التعليمية قرار إزالة مجموعة من الأشجار الضخمة بالمؤسسة بدعوى أنها تشكل مرتعا للطيور والحيوانات التي تحدث ضجيجا. إذا حنا كنعرفوا الأهمية ديال الأشجار لأنها كتمتص ثنائي أكسيد الكربون، يعني كتخلصنا من غاز ثنائي أكسيد الكربون اللي كيطرحوه المصانع، يعني الدخان كيكون في الدخان ديال المصانع، أيضا السيارات إلى غير ذلك، وكتطرح ثنائي الأكسجين هو اللي كنديروا به لا ريسبيراسيون أو ظاهرة التنفس. أيضا كيقوموا بتلطيف الجو، أيضا كيقوموا بالحفاظ على التوازنات البيئية أو التوازنات الطبيعية. إذا عندها واحد الدور مهم في حياتنا. إذا من خلال هادشي اللي قلت الآن فراه بان لكم الموقف ديالي تجاه هذه القضية. لا أوافق على هذا السلوك. هذا هو موقفي، لا أوافق على هذا السلوك. إذا تبرير الموقف لماذا؟ راني قلت علاش، لأن الأشجار تحافظ على التوازنات البيئية من خلال تلطيف الجو إلى غير ذلك. بالنسبة الآن مادة التاريخ، عندكم إنتاج مقال. خضع المغرب
بموجب معاهدة فاس سنة 1912 لنظام الحماية الذي واجهه المغاربة بأشكال متعددة من المقاومة، انتهت بحصوله على الاستقلال والشروع في بناء الدولة المغربية الحديثة. اكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه ما يلي. هذا الموضوع شنو غيكون فيه؟ شنو غيتضمن مظاهر تطور الحركة الوطنية ما بين 1934 و 1944، أيضا عوامل انتقال الحركة الوطنية إلى الكفاح المسلح سنة 1953، وأيضا مرحلة بناء الدولة المغربية الحديثة ما بين 1956 و 1961 في مجال إرساء البناء الديمقراطي. إذا هنا عندنا واحد الملحوظة، شنو قالوا لنا؟ الجانب المنهجي خاص تكون مقدمة مناسبة. المقدمة سهلة، يعني المقدمة راه كتكون أصلا عندكم في التمرين. راه من خضع المغرب الى الدوله المغربيه الحديثه، هذه راه تقدروا تعتبروها مقدمه وتخدموا بها. واضح؟ وضوح ومنطقيه التصميم، خاتمه مناسبه. اذا ملي تكتبوا المقدمه ديالكم، الاسئله اللي غادي تطرحوا وهما هذا الشيء اللي قايلين لنا باش ندرجوه في الموضوع. يعني هنا غنكتبوا المقدمه ونقولوا فما مظاهر تطور الحركه الوطنيه ما بين 1934 و 1944، وما هي عوامل انتقال الحركه الوطنيه الى غير ذلك، وما مرحله بناء الدوله المغربيه الى غير ذلك. اذا حنا كتبنا المقدمه والاشكاليه. دابا غادي نجيو للعرض. العرض خاصنا نحترموا فيه هذا التسلسل هذا، نبداو بهذا الشيء نتبعوه بالعوامل وننهيو العرض ديالنا بمرحله بناء الدوله المغربيه الحديثه في هاد اولا ما بين هاد السنتين 56 و 61 في مجال ارساء البناء الديمقراطي. الجانب المعرفي، انتقاء المعلومات التاريخيه وصحتها وخلوها من الاخطاء وتنوعها وترابطها. خاص يكون واحد الترابط ديال هاد الاحداث، يعني ماشي تبداو بواحد التاريخ اللي هو حديث وعاد ابخي ديروا واحد التاريخ اللي هو قديم. خاص يكون واحد التسلسل زمني، يعني حتى هنايا راه دايرين 1934 1944 1953 1956 1961، ماشي تبداو بهادي وعاد هادي عاد هادي، نو، يعني داكشي كيكون بالترتيب. الجانب الشكلي، التعبير، سلامة اللغة، شكل التقديم. إذا الشكل التقديم خاصو يكون خالي من الأخطاء. أيضا بالنسبة سلامة اللغة حتى هي خاصها تكون لغة اللي هي سليمة. التعبير خاصو يكون تعبير جميل إلى غير ذلك. نجيو دابا الآن الخاتمة. إذا كتكملوا العرض غدوزوا للخاتمة. إذا الخاتمة سهلة. الخاتمة غتقولوا أن واخا رغم تحقيق المغرب لاستقلاله واستكمال جزء كبير من وحدته الترابية، ما تزال يعني الحدود الساعة ما تزال المجهودات السلمية متواصلة لاسترجاع المناطق المحتلة. دونك راه كتعرفوا المناطق اللي باقا محتلة. واضح؟ إذا دابا غادي نكتب لكم واحد ليكزامبل وكل واحد كيكتب التعبير ديالو. سي بون؟ يلا خليكم معايا. إذا هنا فيما يخص المقدمة، إذا لاحظتوا راه أنني شوية دخلت على السطر وبديت عاد ملي رجعت للسطر بديت عادي. إذا خضع المغرب بموجب معاهدة فاس سنة 1912 لنظام الحماية الذي واجهه المغاربة بأشكال متعددة من المقاومة، انتهت بحصوله على الاستقلال والشروع في بناء الدولة المغربية الحديثة. فما مظاهر تطور الحركة الوطنية ما بين 1934 و 1944 علامة استفهام. وما عوامل انتقال الحركة الوطنية إلى الكفاح المسلح سنة 1953 علامة استفهام. وما مراحل بناء الدولة المغربية الحديثة ما بين 1956 و 1961 في مجال إرساء البناء الديمقراطي علامة استفهام. بالنسبة للعرض، عرفت سنة 1930 بلورة الحركة الوطنية المغربية حينما أصدرت السلطات الفرنسية ظهير 16 ماي 1930 المعروف بالظهير البربري، الهادف إلى تفكيك المجتمع المغربي بفصل الأمازيغ عن العرب، فاندلعت الاحتجاجات والمظاهرات، ونتج عن ذلك تكوين حزب الإصلاح الوطني بالمنطقة الخليفية سنة 1933 وحزب كتلة العمل الوطني سنة 1934 بالمنطقة السلطانية. فعمل رواد الحركة الوطنية المغربية على نشر أفكارهم الداعية إلى الدفاع عن المصالح الوطنية، فاحتفلوا بعيد العرش الأول مرة يوم 18 نوفمبر 1933، وأصدروا مجلات مثل مجلة المغرب بالفرنسية سنة 1932. وأسست الحركة الوطنية المغربية مدارس حرة لترسيخ مقومات الشخصية المغربية.
ساهمت مجموعة من العوامل في تحول الحركة الوطنية من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، من بينها قيام الحرب العالمية الثانية واحتلال ألمانيا لفرنسا وصدور الميثاق الوطني الأطلنطي سنة 1941. وأيضا عقد مؤتمر أنفا 1943 ميلادية تلقى فيه الملك وعودا بتحقيق الاستقلال ونمو الحركة الوطنية وانتشارها داخل صفوف الجماهير الشعبية. وتم تقديم حزب الاستقلال يوم 11 يناير 1944 عريضة استقلال لسلطات الاحتلال التي تمت صياغتها بتنسيق مع السلطان محمد الخامس، إلا أنها قوبلت بالرفض. أما بالنسبة للحركة الوطنية والكفاح المسلح، تم نفي وعزل محمد الخامس يوم 20 غشت 1953 ميلادية وتنصيب ملك غير شرعي مكانه. بعد رجوع الملك محمد الخامس من المنفى، ألقى خطابا يوم 18 نوفمبر 1955 أعلن فيه عن استقلال المغرب وبين خطوات بناء الدولة المغربية الحديثة، أولها تأسيس أول حكومة مغربية ونوع النظام السياسي نظام ملكي دستوري يقوم على مبدأ الانتخاب وفصل السلط والاعتراف بالحريات الفردية والجماعية. وتم تكوين أول حكومة مغربية وتقسيم البلاد إلى عمالات وأقاليم وجهات، وإلغاء المحاكم المخزنية وخلق محاكم حديثة، وتأسيس المجلس الأعلى للقضاء والشروع في وضع اللمسات الأولى على الدستور المغربي. بالنسبة للخاتمة، رغم تحقيق المغرب لاستقلاله واستكمال جزء كبير من وحدته الترابية، ما تزال المجهودات السلمية متواصلة لاسترجاع المناطق المحتلة. إذا كنكونوا قد انتهينا من تصحيح الامتحان الجهوي الموحد بالنسبة للسلك الإعدادي سنة الثالثة إعدادي مادة الاجتماعيات. إذا بالنسبة لرابط تحميل الامتحانات الجهوية الموحدة غادي تلقاوها أسفل الفيديو داخل صندوق الوصف. إذا راه حاطين لكم تقريبا جميع المواد اللي عندكم فيها الامتحان في مجموعة من نماذج. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. أتمنى لكم التوفيق، إلى اللقاء.